هذه هي يا راكراكي اللي كانت خاصها تكون من البدايه. درت كيما ها كنت اهلت للدور الثاني بالعلامه الكامله. عندك لاعب كيما ماسينا في الدفاع وتلعب في اليميق واضح باللي مش في المستوى تاعو، والسايبر ينفجر كي لعبت مهاجم وهمي ودخلت وسط تحت رقم 9. يا صاحبي كنت غامر موظفه كجناح. ونزيدك على اخطائك حتى ضد الخصم اللي عنده تكتلات دفاعيه، كنت تلعب مرابط رقم 6 اللي بطيء في البناء من الخلف. بصح كاع هادو صححتهم اليوم، وهذا اللي خلاك تشوف هذا الاداء وهذه النتيجه. اكتساح شامل للملعب بالطول والعرض، استحواذ في حالة امتلاك الكرة والضغط عكسي عند تضييع الكرة. والحاجة اللي تأكد لك على قوة أداء المغرب، صنعوا 19 فرصة محققة للتسجيل وتسعة منها بين القائم. بصح الماتش اللي فات ضد مالي 15 فرصة الخصم لكن 4 فقط منها بين القائم. وهذا اللي يخليك تعرف قيمة الأخطاء اللي كان دايرهم السي راكراكي. وما تقول لي زامبيا فريق ضعيف، الحاجة الوحيدة اللي علمتها لي هذه البطولة ما تقدرش تعرف الصعيب من الضعيف حتى الأدوار القادمة. وانت يا الكعبي كل ما نقفلوا عليك نلقاوك سجلت هدف عالمي. أصاحبي بشوية خليه من المباريات القادمة باش تكون عندهم قيمة وفي الوقت المناسب. وبغيت نرسل نداء لجميع المنتخبات المنافسة. المنتخب المغربي لقى التوليفة الصحيحة ورجع كونه المرشح الأول للبطولة. مبروك للمغرب تأهل بعد مصر والجزائر للدور الثاني، ونتمنى اليوم وغدوة تأهل تونس والسودان.